السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اما نعمل بقى روتين جامد جدا النهاردة، وتنشيط بقى ونظافة من الآخر. بصوا بقى، احنا بقالنا كده أسبوع أنا وأولادي تعبانين. بصوا نايمين في السرير، يمكن أنا من يوم السبت اللي فات للسبت دوت، من بصوا ما نزلتش من على السرير، كنت واخدة دور فظيع جدا انا واولادي. يعني بصوا لو عصرتونا كده هتلاقينا بصوا كلنا علاج كده وبرشام، وبصوا موال تاني وموال كبير جدا. فربنا يا رب يشفي كل مريض بجد. الفيروس بتاع الايام ده فظيع بجد. ما تهملوش في نفسكم وتدفوا كويس، وبصوا يعني ما تخلوش اولادكم يبقى لبسهم خفيف. بصوا حاجات كتير جدا. بصوا احنا خدنا دور فظيع مع اننا متقلين، وبصوا ده حاجة بقى ايه يعني من عند ربنا. كنت تعبانة قوي قوي قوي، يعني بدأت مع ابني، فابني عدانا كلنا من المدرسة طبعا، فكلنا تعدينا، فكنا تعبانين قوي قوي. فاسبوع بحاله في السرير، مش مرتاحة، مش عارفة اكل، مش عارفين ننظف، مش عارفين ناكل كويس. بصوا كل كان اكلنا وشربنا حاجات دافية، شربات مع شوربة خضار. بصوا ما طبخناش خالص، نهائي نهائي خالص. ما كناش عارفين ناكل اصلا، وما كانش لنا نفس لاي حاجة. فكان اسبوع بصراحة صعب جدا. فلما حسيت بقى ان احنا بقينا كويسين وكده، اولادي نزلوا تاني الدروس والمدرسة. فطبعا بصوا معلومة، او بصوا حاجة، لو انتوا بتحبوا بعض بجد يعني، لو كلنا نعمل كده فما فيش حد هيتعب على فكرة. يعني اللي حصل لابني انه تعب، ان اصحابه يعني واحد صاحبه كان تعبان. المفروض يا جماعة لما يكون ولادنا تعبانين، او اي حد من ولادنا تعبان وبيروح دروس او كتاب او مدرسة، قعديه لحد ما يخفوا وبعد كده يرجع تاني. علشان كده بيعدى اصحابه، واصحابه بيعدوا اهاليهم، وبالموضوع بيكبر بقى. فاهمني؟ فوالله والله يعني ما احنا تعبنا. انا طبعا احنا ستات بيوت ما وراناش حاجة، قاعدين في البيت، لو تعبنا احنا في البيت. لكن اولادنا دروس وكتاب ومدرسة. بصوا كنت مانعة مدرسة كتاب دروس. بصوا ما كناش بننزل اي حاجة خالص ولادي، لحد ما حسيت ان هما بقى كويسين ومش هيأذوا حد. حتى ما كناش بنزور حد. حتى لو اخواتي رنوا عليا اقول لهم كلموني في التليفون، ووالدتي والله كلميني في التليفون وما تجيش ليا الا لما اخف واحس ان انا كويسه ومرتاحه، فارن عليكي، او يعني نتقابل بقى مع بعض، عشان حرام يعني مش عايزه اذي حد. طبعا انتوا عارفين قلب الام. اخواتي سمعوا الكلام، لكن قلب الام بقى والله هو يوم واحد اللي قدرت تستحمله، وبعد كده بقت تجيلي كل يوم. المهم ربنا يا رب يشفي كل مريض. كده اما حسيت بقى ان انا كويسه، وبقيت حاسه كده ان فيها النفس. فقلت بقى لا خلاص بقى نقوم بقى نغسل كل حاجه حوالينا، لان بصوا انا قايمه حاسه ان كل حاجه حواليا وحشه، مش عارفه ليه كل حاجه حواليا وحشه. مفيش حاجه وحشه ولا حاجه يعني، ولا تراب ولا الكلام ده، بس هو احساس. اكمنك انت واخده مثلا، لو اي واحده ست واخده على النظافه والترتيب فهتحس باللي انا حسيته ده. لو انت قعدتي فتره طويله كده تعبانه وما بتعمليش حاجه فهتحسي الاحساس دوت. بصوا بقى، انا اللحفه والبطاطين اللي احنا لسه مطلعينه، طبعا الشتاء لسه بادئ، فكنا لسه مطلعين الحاجات دي غسلتها تاني على فكره. يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها على السرير دي، بطاطين الاطفال غسلتها، اللحفه بتاعت برضو الاطفال غسلتها، اللحفه بتاعت السرير بتاعي والبطانيه غسلتهم. كل حاجه بصوا شطفتها تاني من اول وجديد. ليه بقى؟ مش عارفه، هو بقى راحه نفسيه واحساس. هقول لكم طب الستاره اللي متعلقه على الحيطه ديت لها فيها مشكله؟ مفيش فيها مشكله، برضو خلعتها، لان طبعا دي اوضه الاطفال بتاعت اولادي والنفس ومش عارف ايه. شلت برضو الستاره غسلتها كلها. يعني بصوا خلعت كل حاجه فيها. حيطان بقى، بصوا مسكت حيطان زعفتها، ومسكت الحيطان مسحناها. بصوا كل حاجة ما سيبناش حاجة في مكانها. الأوضة بتاعت أطفالي، بصوا بتاعت ولادي دولت، مش هنقول أطفال بقى لأن ولادي بسم الله ما شاء الله بقى كويسين وكبروا، فهنقول أوضة أولادي. بصوا كل حاجة مسحتها، فرن بمروحة بالسراير بالدولاب. بصوا ما فيش مكان اسمه ما نضفتوش وما مسحتوش. بوريكم بقى، بصوا طلعت بقى لكل واحد بطانية والحاف. لازم بقى نتقل بقى وندفي الأوضة كده. بصوا سبت الأوضة بصوا في منتهى الجمال، تسحيف. بصوا ما سبتش فيها حاجة، زعفت ونضفت ومسحت، وبصوا رشينا وكل حاجة بصوا في المكان. حتى مكتبة كل حد فيهم نضفناها. بصوا ما خليناش حاجة خالص في الأوضة الحمد لله. كده بصوا كده خلاص، انا بقول لكم بقى خلاص الأوضة خلاص نضفتها كويس جدا. مسكتها من الأعماق الأعماق، وبعد كده بقى ايه رشينا كده ايه معطر. محمد بقى اللي بصي بقى، ماما سيبي لي بقى المهمة دي.
طبعا لحد الان يا جماعه انا صوتي بايظ ومش عارفه اتكلم كويس، فاعذروني بجد، انا تعبانه جدا. فالحمد لله انا احسن من الاول بكتير بكتير، الحمد لله. يا رب يشفيني ويشفي كل مريض ويشفي اولادي. بصوا محدش يشوف حاجه وحشه خالص. وبصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على حاجه. الفيديوهات اللي بتنزل لكم دي طبعا مش يومي كله، ودي مش حياتي كلها. في طبعا اليوم طويل، وبنلعب وبنذاكر وبنطبخ وبنغسل وبنروح وبنيجي وبنخرج وبنجيب وبنودي. اليوم طويل وفي حاجات كتير، بس الحاجات بس اللي انا عايزه اطلعها لكم هي دي اللي بتطلع. يعني دي مش حياتي، وديت مش الناس اللي بتقعد تقولوا انتوا مش عارف ايه، وهو دوت اللي بتعملوه طول اليوم. هو بصوا حاجه بسيطه خالص، باخد لكم مقتطفات او حاجات ان انتوا تتشجعوا منها، او حاجات ان انتوا تستفادوا منها وبس. لكن دي مش حياتي او مش دي يومي انا واولادي. يعني حاجات كتير، في حاجات كتير جدا، ومش كل يوم بنصور. يعني بصوا انا الاسبوع دوت كله ما نزلناش اي حاجه، ما صورتش اي حاجه، مش قادره امسك كاميرا، مش قادره اعمل حاجه، مش زي ما قلت لكم. يعني كان اسبوع يعني الحمد لله رب العالمين. بصوا بقى، خلصت الاوضه خلاص وقفلتها، وابتديت بقى اخش دلوقتي على الصاله. طبعا انا كنت عاملاها بيوم بقى الصاله، لان كنت فقت شويه قبلها بيوم، فروحت ماسكه الصاله بقى، السجاد كله والحافظه غسلتها مع الغسيل ونفضت كل حاجه. فكانت الصاله نظيفه، لان كنت عامله نفس ما عملت في اوضه الاطفال كده. فكنت عامله في الصاله ومسحنا كل حاجه، او زي ما انتوا شايفين كده. الحافظه اللي انتوا شايفينها دي غسلتها، والسجاده اللي تحت طبعا نظيفه ومغسوله ومية مية. وطبعا ايه، عقمت كده البلاط وروقت كل حاجه حواليا، وكل حاجه خشبيه، ادوات، اي حاجه مسكناها مسحناها. او زي ما انتوا شايفين بوريكم كل حاجه 10/10. واوضه النوم بتاعتي برضو مروقه الحمد لله، غسلت فرشها بكل حاجتها اهو. زي ما انتوا شايفين كل حاجه كده نظيفه ومية مية. كده بقى ايه، هخش لكم على الركنه، نضف بقى الركنه دي، لان ايه قعدت برضو شويه كده ايه بنضفها كده من بره بره كده وخلاص. فقلت خلاص هعمل لكم كذا حاجه كده بسيطه. طبعا ايه، عاملينها من الاعماق قبلها برضو باسبوع قبل ما نتعب. فقلت يعني تنظيفه سريعه كده. كده برضو ايه قبل ما اخلص كل حاجه بقى واقفل معاكم. فكنت بوريكم بقى حنين وهي بتعلق لي الستاره، لان وانا بنضف الاوضه جيت اركب الستاره. طبعا انا مش قادره اركب الستاره، فخليت بنتي ايه تركب لكم الستاره. فرحت جايه عامله لكم المقطع دوت، لان طبعا ما كنتش قادره اطلع ان انا اعمل الستاره، فحنين خفيفه عني فهي اللي ركبتها. ربنا يخليها لي يا رب العالمين. بصوا اولادي والله العظيم من ساعه ما تعبت ولادي بيخدموني خدمه، مع انهم تعبانين زيي بالظبط، بس سبحان الله ايد على ايد. يعني زي ما بيقولوا بنناول بعض كوبايه، انا عايزه حاجه كده يعني، مناديل ناولني يا حبيبي، هات مثلا الكوبايه دي هنا، لا اديني البرشام، لا خد انت العلاج خد. بصوا كنا متعاونين جدا جدا وعارفين احنا بنعمل ايه. ربنا يخليهم ليا يا رب العالمين. بصوا كده بقى، كانت اخر بطانيه في البلكونه كانت بتنشف. وكده بوريكم بصوا، البلكونه لازم ضروري ان انتوا تفرشوها، لانها بتبقى جميله جدا في قعدتها. طبعا انتوا عارفين النور بيقطع كل يوم بساعه بقى، كان الاول ساعه بقى دلوقتي ساعتين، فبنقعد وقت طويل جدا في البلكونه. فلازم تفرشي حاجه كده لاولادك كده، يكون انت ايه مش بتستخدميها في الشقه، فخليها للبلكونه على طول. يعني الفرشه اللي انتوا شايفينها ديت على طول في البلكونه، ما بنشيلهاش، بننفض ونمسح ونحطها تاني. بصراحه نفعتنا كتير جدا. بص كده بقى، دخلت بقى الاوضه، فتحت الشبابيك اهوت، قلت بقى ايه هنرجع بقى كل حاجه. بصوا تنفيض كده، تنفيض تنفيض. بصوا بقى هقول لكم على حاجه، هوريكم دلوقتي تصوير محمد ابني بيقول لي يا ماما مش انا طول كل يوم كنت بساعدك؟ اقول له اه يا حبيبي، خلاص يا ماما انا هصورك بقى، لازم اساعدك. فقلت له والله العظيم يا حبيبي مش هزعلك، تعالى صورني. بصي بقى، طول ما هو تعبان الفتره اللي فاتت دي ماسك البطه الموف ديت حاضنها وما بيسيبهاش. بصوا لفف بيها في كل حته، اروح الاوضه بتاعه الاطفال بتاعتهم يجي بيها، نروح الصاله يجي بيها. بصوا كل ما اروح في حته يجي بيها، زي ما قلت لكم كده ايه. فخلاص بقى يقول لي يا ماما احنا هنحطها في الركنه. قلت له حبيبي الركنه لونها كحلي ودي موف. قال لا يا ماما نايماها هنا. قلت له خلاص يا حبيبي هننيمها هنا. بصوا بوريكم اهو، دي التصوير بتاع محمد على فكره، تصوير محمد ابني. قلت له خلاص يا حبيبي مش هزعلك، هننيمها هنا. بص بقول هنعمل ايه يا ولاد، عملوا هنعمل ايه، لازم نمشي كلام. الواد بيسمع الكلام بصراحه. بصوا بقى مسكت كل حاجه بقى نفضتها كده. وبصوا نفارش دي روعه، بتحوش حاجات كتير كتير كتير، وكل ما بتتسخ واحس ان هي بقاش نظيفه بمسكها كده بدها ايه دور في الغساله كده. كنت بصراحه الاول بظهرها، فما لقيتها ما بتظهرش كده، اللون بتاعها احسن ما بيكون متظهره زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا زي ما انتوا بقى عايزين، لو انتوا عندكم المفارش بيضة عايزين تظهروها مش عايزين، دي برضو ايه على حسب رغبتك انت وراحتك انت. فطبعا زي ما قلت لك انا كنت بظهرها،
فلما سبتها النوبة دي الغسالة دي من غير تزهير كده فلقيتها شكلها حلو وجميل، فقلت خلاص مش هظهرها تاني كده مؤقتا كده، على ما ان شاء الله ايه هجيب كده ايه كسوة او غلاف كده للركنة، مش هغطيها خالص بس يا دوبك حاجة ايه لمسة جميلة كده وتحافظ لي عليها. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كل حاجة كده ايه بمسكها انفضها وامسحها واروقها، وبالمكنسة بقى كنست وفتحت باب الشقة وباب الأوضة بتاعت الركنة. بصوا طبعا زي ما احنا واخدين مع بعض ما بنيجي ننضف بنمسح كل حاجة وبنفتح كل شبابيكنا عشان هننفض بقى ونطلع أتربة بقى وحاجات وكده. ودي لعبة أولادي بصراحة كانت نافعاهم جدا، لما يكون في وقت بقى وتعبانين ومش قادرين كانوا بيجيبوا اللعبة دي بقى بيقعدوا ايه يلعبوا بيها يتسلوا بيها كده. فاللعبة دي جميلة حلوة قوي، اسمها ليدو. اللعبة ديت كذا زراير كده ألوان، فممكن أولادك كلهم يلعبوا، يعني مش مثلا واحد ولا اتنين، لا لو ولادك مثلا يعني معاهم اصحابهم وكده ممكن يلعبوا بيها. فكان اولادي بقى ومع اصحابهم بيجوا لهم ولا حاجه كانوا بيلعبوا بيها، بتجمع كذا ايه اطفال كتير، فلعبه حلوه وجميله برضه هبقى اعرفكم عليها او هبقى اخلي اولادي يلعبوا بيها قدامكم كده تشوفوها، مسليه وحلوه. فطبعا كنت بخليهم يذاكروا كده شويه وشويه كده على التليفون وشويه على اللعبه عشان برضه ما يزهقوش، لان كانت الفتره طويله جدا وكنا تعبانين، فكنا ايه لازم ايه نتسلى كده عشان محدش يزهق او محدش يخرج او حد تاني يتعب مننا او يدعي علينا وكده، فلازم نخلي بالنا من كل الحاجات دي. طبعا بقى الباب مسكته نفضته وفضيت السله كده، وابتديت دلوقتي افتح باب الشقه ايه علشان هنضف القماشه اللي تحت الباب. القماشه اللي تحت الباب دي بصوا كنز كنز يا جماعه والله. بصوا انا بوريكم، لو وريتكم التراب والعفره اللي فيها، بس انا على طول عشان بنفض الباب على طول اول باول، فما كانتش عليها تراب كتير بتحوش لك التراب، ما تخليكيش تراب ناعم يخش جوه نهائي. فبصراحة أفكار حلوة وحاجة كويسة، حط قماشة تحت باب البلكونة تحت الشباك تحت الباب، كل الحاجات ديت حلوة متخليش التراب يخشلك بسهولة يعني. كده خلاص اهوت كنستها كذا مرة، كل شوية أكنس أو أنفض حاجة أرجع أكنسها تاني. يعني كنست السجادة دي في اليوم دي كتير جدا، كل ما ألاقي شوية أتربة أو شوية حاجات عليها أرجع أكنسها تاني. كده خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كان في اللي هو البري بتاع الاقلام الخشب وكده، فكنت بعمل لها كده ايه عشان يطلع اهو زي ما انتوا شايفين بري خفيف خالص جدا. مسكته بقى بالمكنسه كده وايه والجاروف ولميت ده كله، وده فرشت الفرشه بعد ما مسحت عشان في حاجات كتير طبعا كنت بوطي وبروح وباجي، ففي ايه مقاطع ايه ما عملتهاش. كده خلاص هقفل بقى الباب وايه وارجع كل حاجه زي ما كانت. يبقى كده عملنا اوضه الركنه كمان، يبقى عملنا اوضه الركنه واوضه الاطفال والصاله والاوضه بتاعتي. يعني الحمد لله رب العالمين الشقه كلها بقت نظيفه وارتحت نفسيا. بصوا رجعت كل حاجه زي ما كانت ومسكت شنط اولادي كل الحاجات دي. بصوا الشنط بتلمع ازاي لان كنت غسلاها قبلها باسبوع قبل ما نتعب، فكان كل حاجه نظيفه والله وكل حاجه في مكانها. بصوا اياد بقى ما كانش واخد باله وانا بصوره، كان بياكل في الرمان، بقول له اياد انا بصورك، قاعد يضحك. فبيقول لكم حطوا لايك حطوا لايك يا جماعه. محمد ابني بقى كده بصوا ماشي ورايا، انا مش عايزه اوريكم، بصوا انا عماله اصور وهو ماشي ورايا ويمشي ورايا. بصوا من ساعه ما تعب التعب اللي تعبوا معانا دي بصراحه، وهو اتعلق بينا جامد يعني. ده حتى اخواته لا لازم نقعد مع بعض، لازم مش عارف نعمل مع بعض، فيمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده ان احنا يعني نبقى قريبين مع بعض اكتر واكتر بصراحه، فحسيت بكده بصراحه. بصوا بقى كده خلاص نضفنا اوضه الركنه خلاص. بوريكم بقى بصوا كل حاجه اهو. بصوا الفكره بتاعت المخدات دي وانا تعبانه كده كنت بعد افكر شويه حاجات واغير شويه حاجات في المطبخ كده وانا واقفه كده على الطيار، ما كنتش بقى فترات طويله بصراحه، فحاجات بسيطه كده كنت بعملها وارجع ايه انام تاني. ومسكت المخدات اللي هي بتاعت رمضان ديت بفتله كده وابره، ورحت جايه عاملاها ومعلقه واحده هنا عند الستاره بتاعت الصاله وواحده جوه في اوضه الركنه. فبصراحه بصوا شكلها جميل والله وادت منظر حلو قوي. يعني لو انت داخله على رمضان والمخدات دي طبعا ديكور، يعني مش هينفع ان حد يقعد عليها او يسند عليها لانها بايه فايبر خفيف كده فبتفس بسرعه، فايه ممكن تعمليها بالطريقه اللي انا عملتها تعلقيها وكده. تعالوا بقى بعد ما خلصنا نظافه خالص نجري بقى على المطبخ بتاعنا. اختي ربنا يخليها لي يا رب كانت جايبه لي طقمين كده كاسات. فطبعا انا اي حاجه قبل ما بستخدمها لازم اغسلها الاول وكده. كان ولادي اول يوم ينزلوا المدرسه، فقلت كده هغسل اللانش بوكس والازايز والحاجات دي. الفوطه طبعا نضيفه بس كنت حطاها في شويه ديتول، فقلت كنت بعقمها وكده فنسيت اشطفها، قلت بقى هشطفها بعد ما اعمل اللانش بوكس والحاجات دي. كده مش فاكره بصراحه كنت بعمل شاي، ايوه كنت بعمل شاي بعد بقى ما خلصت وكده، فقلت هعمل كوبايه شاي كده عشان اخلص. بصوا كل الحاجات دي كلها دعكتها وقلت ايه الحاجات بقى اللي
ولادي جابوها من المدرسة والحاجات دي هشطفها كده على السريع. وكده بوريكم بقى، بصوا اهوت العيش الفينو والشيبسي كنا هنفطر. قلت بقى ايه اعمل لهم بقى ايه سندوتشات كده بسرعة على السريع، لان طبعا لسه لحد الان مش عارفين ناكل كويس. يعني ان احنا نفطر مثلا فول ومش عارف وطعمية والحاجات دي. بصوا بوريكم البقسماط دي، بواقي البقسماط اللي كانت فايضة مننا. احنا كنا بناكل بقسماط وجبنة بطريقة فظيعة، يعني كان كل اكلنا اصلا عيش فينو وبقسماط وجبنة. وحاجات بقى مشروبات، ينسون، كراوية، حلبة، كنا عايشين على كده. او شوربة خضار، عملت لهم يعني شوربة خضار مرتين، لسان عصفور، كل الحاجات دي كان طول الاسبوع كده. كده خلاص بقى هفك كل الازاز كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى ايه اشطف ده كله، وبعد كده ايه اعمله على الصينيه. انتوا طبعا عارفين ان المطبقيه لما اتكسرت ما بقاش عندي كوبايات كتير ولا مجات كتير. خلاص اهو تطلع ده كله. انا بوريكم الشكل، شكلهم حلو قوي وذوق قوي. ربنا يخليها لي يا رب، وذوقها جميل وكانوا عاجبيني قوي. بوريكم النقشه حلوه، بحب الحاجات اللي هي الرقيقه ديت. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا شكلها جميل قوي. بقربها لكم في الكاميرا، شكلها حلو وتسلم لي يا رب. جميله وشكلها حلو، حتى الازاز بتاعها من نضيف الحلو. كده بقى هشطف ده كله، ونعمل حاجة خفيفة برضو، أكلة خفيفة مش هنكتر يعني ونزود على نفسنا، لأن كنا لسه برضو طالعين. بنتي كده كانت بتساعدني بتفك بقى الكرتونة معايا. طبعا تأثير التعب وحش قوي يا جماعة، مفيش فينا إلا لسان لسان، والله لسان. نحمد ربنا على كل شيء، والله الحمد لله رب العالمين. بصوا كده انا عمالين نفضي ونشوف بقى اللي ايه اللي ماكلش حاجه. دي كانت بواقي موز، كانت في اللانش بوكس اهوت. طبعا انتوا عارفين الموز بيسمر على طول. على ما جه بقى ابني اخر النهار واحنا على ما شطفنا وجينا نشطب الحوض والحاجات دي، فكان الموز لونه عمل كده. انا بحب اقشر لهم الموز واقطعه شرايح كده زي ما انتوا شايفينه بالخياره، واحط لهم شويه شيبسي وكل الحاجات دي بحطها ايه في اللانش بوكس، عشان يبقى حاجات متنوعه، حاجات مسكره مع حاجات دلع، عشان برضو ايه ما يزقوش من الحاجات المسكره قوي ولا الحاجات الدلعه قوي. فبقى ايه بحب اشكل لهم كده. كده خلاص هشطف كل الكوبايات اهوت قبل ما استخدمها، واشطف اللانش بوكس. وبعد كده بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. كده نعمل اكله سريعه، هنعمل شويه رز. نفسي قوي قوي اكل شويه رز حبه وحبه. الناس اللي مش عارفين الرز الحبه وحبه، على طول باكل رز بشعريه، ولكن انا نفسي انا قايمه كده عايزه اكل الرز حبه وحبه. بصوا يعني بتقسموا، لو مثلا هتعملوا كوبايه رز بتقسموها، تحمروها كده في السمنه او في الزيت على حسب الماده الدهنيه اللي انتوا بتستخدموها. تخلوا النص بتاع الرز كده لونه احمر، اللي هو اللون مش بتحرق الرز كده، لا، بيكون لونه ذهبي كده او مصفر كده، متحمر قوي، يعني انت حمرتيه قوي. فانا حابه ان انا اكله كده. وبعد كده برجع تاني ايه احط نص كميه الرز التانية وتسقيه بقى، وتحطي بقى الملح بتاعك او المكعب الدجاج والحاجات ديت، ويبقى طعمه حلو قوي. فبصراحه كنت حابه اكل رز حبه وحبه. كده خلاص بشطف كل الازاز والحاجات ديت. وهقول لكم بقى على اكله كده، قولوا لي ايه الاكله ديت، وقولوا لي مين اللي بيعمل الاكله دي، وقولوا لي اسمها ايه. كل واحد بقى وبلده، اللي بيتفرج علينا من انهي بلد يقول لي الاكله دي اسمها ايه. طبعا لان احنا ايه في حاجات كتير كده ايه بنبقى نقعد نقول لا ده الاكله دي اسمها كذا، انتوا تقولوا اسمها كذا. فهتشوفوا الاكله دي معايا وتشوفوا ايه الاكله ديت اسمها ايه او نوعها ايه او كده، زي ما انتوا شايفين اهو. كده خلاص هشطف كل الحاجات اللي معايا ديت، وهشرب برضو كوبايه شاي كده سخنه، واحط فيها شويه حبهان بقى. انتوا عارفين يا اما اشربها بحبهان او قرنفل. كده بحب انوع لدرجه ان رحت للعطار، لسه واحد فاتح جنبنا عنده حاجات جميله قوي قوي، حاجته بالصوت تحفه وريحتها حلوه، حاجات نظيفه. انا بحب الناس اللي بتبقى لسه فاتحه جديد، بتبقى حاجتها حلوه قوي، وعندهم نكهات حلوه كده وريحه جذابه كده وانت داخله. المهم بقول له انا دايما اشرب الشاي بقرنفل او حبهان او نعناع يعني والحاجات دي. انا عايزه عشب يكون جديد كده بيتحط على الشاي، بس يكون حاجات برضو يكون مفيده ولها فايده وكده. فوريته كنت مصوره كده وردايه كده بتتحط على الشاي في البلاد اللي بره، اللي هي الاذربيجان او حاجه زي كده البلد ديت. فقال لي انت عارفه العشبايه اللي انت مصوراها ديت تخش في قد ايه؟ طب مبلغ جامد جدا وما نزلتش هنا اصلا. والله العظيم زعلت قوي بجد بجد. انا متابعاهم وهما بيشربوا الشاي وكده، ببقى نفسي افط كده في الشاشه واخش اشرب معاهم الشاي دوت بالعشب اللي هما بيعملوه ده، بجد بجد. ما كنتش اعرف انه بجد غالي قوي كده، فبرضه هسأل مش هيأس يعني. فبيقول لي غالي جدا جدا ومنزلش هنا اصلا، فمش عارفه بجد المعلومه دي صحيحه ولا لا.
هو ممكن فعلا يكون غالي، لكن ما نزلش معقول مصر، معقول. فمش عارفة والله، لان في ناس كتير من البلاد اللي بره عايشة هنا في مصر، لان مصر فيها ناس كتير معانا يعني من كل الدول العربية يعني. فاكيد ناس بتحب النوع الشاي دوت، فاكيد موجود، فمش عارفة بصراحة. فقلت له برضو لو لقيته موجود قدامك او حاجة قولي. فانا برضو مش هيأس، وهسأل برضو على العشبة ديت وكده. بجد نفسي اشرب الشاي بالعشب الجميل الحلو دوت، لانه فيه فوائد كتير جدا جدا. كده بصوا انا خلاص شطبت الحوض اهوت خلاص، لان انا كنت دعكه قبلها مرتين قبل كده. زي ما قلت لكم كنت عامله برضو الكوبايات اللي كانت عنده، وكوبايات القهوه والحلل والحاجات اللي كانت موجوده كلها فيها بواقي بقى حاجات. ففضيت ده كله، ورحت جايه بقى دعكه كل شويه ادعك شويه واقعد شويه، ادعك شويه واقعد شويه. بصراحه تعبت بجد في اليوم دوت، بس الحمد لله رب العالمين الشقه بقت 10/10. وكده انا راضيه وحالتي النفسيه 100 كده. بصوا بقى كل الحاجات اللي بتتصفى كده باخدها، وهرجع برضو احطها كده في اماكنهم كده، عامله صفايه للحاجات دي. لانش بوكس بقى، الاطباق الخفيفه، الحاجات اللي اولادي بيحبوا ياكلوا فيها فواكه والحاجات دي. وده بقى الكوبايات قبل ما استخدمها مسكتها شطفتها اهوت، وعملت الازايز بتاعت المدرسه. هبتدي بقى دلوقتي نعمل برضه هوريكم واحنا بنشرب برضه كوبايه الشاي ازاي. ام حنين ما توريكوش كوبايه الشاي. وبحط بقى فيها حبهان وقرنفل. والله انا بسجل لكم دلوقتي وحاطه كوبايه شاي فيها قرنفل، واحده قرنفلايه واحده، وحاطه لكم فيها حبهان. الحبهان بقيت احبه قوي اكتر من القرنفل، مش عارفه ليه. بحب اكل الحبيبات اللي جوه الحبهان، فيها فوائد كتير جدا. خشوا وبصوا واستفسروا كده وابحثوا كده عن فوائد الحبهان، وما بتحطها مع الشاي او في الشوربه او في الحاجات ديت. طعمها حلو بجد بجد، ولها فوائد حلوه قوي، وبتريح المعده والقولون، بتنظم لك يعني حركه المعده. والقرنفل طبعا له فوائد كتير بقى للشعر وللبشره وللجسم. وعلى فكره برضو الحبهان له فوائد كتير للبشره على فكره، الناس اللي بتشتكي من بشرتها والحاجات دي. طبعا غليت بقى الميه، لان طبعا زي ما قلت لكم انا تعبانه ومش قادره اقفل، لسه هستنى مش عارف فمش عارفة والله. انا كنت غالية المية في الكنكة التانية، اكيد كنت بعمل بيها حاجة تانية، بس بصراحة التعب مأثر عليا برضو لحد الان، مش فاكرة انا كنت بعمل برضو تاني. فغليت المية في الكنكة بتاعة القهوة. عم بصوا مغادتش وقت خالص، دقيقتين كده وخلاص بقى اشرب كوباية شاي كده ونخش نكمل برضو بقية الحاجات اللي احنا بنعملها. طبعا زي ما قلت لكم انا مش بشتغل على طول على طول على طول، لا انا بعمل حاجة وبقعد شوية، بعمل حاجة واقعد شوية. مع ان بنتي اللي ربنا يخليها لي رب العالمين برضو كانت بتساعدني، وانا مش راضيه برضو اكتر عليها، لان الاسبوع اللي عدى ده كله كان كله تعب يعني وكده. فكنا كلنا اصلا تعبانين مع بعض، كله بيناول بعضه. وكان بصراحه في تعاون وحب بجد شديد، وكل واحد خايف على التاني. فبصراحه بجد يعني يا جماعه الحاجات دي حلوه قوي قوي، تزرعي بين اولادك ان هم يكونوا بيساعدوا بعض ويقربوا لبعض. بصوا بقى هو الاكله اللي بقول لكم عليها كده، انا بوريكم الرز بقى. بعمله بقى بصلايه في معلقه سمنه في شويه زيت كده في حله. وده بقى الرز الحبه وحبه يا جماعه. انا حطيت شويه زيت لان انا بحب اعمل الرز بزيت، وحطيت شويه رز، وبقيت الكميه في الطبق هشطفها. وارجع بعد ما يتحمر واشوف اللون اللي انا عايزاه، هبتدي انزل كميه الرز واسقي بقى وكده وخلاص. وده البصلايه اول ما تحمر هنزل عليها بقى ده اسمها كلاوي. الكلاوي اللي انتوا شايفينها اللي كانت في المصفايه دي اللي بتبقى جنب القناصه بتاعه الفرخ، هي دي. قولوا لي بقى عندكم اسمها ايه الاكله دي وبتعملوها ازاي؟ انا عملتها قبل كده الاسبوع اللي فات، لا اللي قبله، عملتها ببصلايه وفلفل اخضر والكلاوي، بمسكهم اشوحهم مع بعض، وبعد ما بيشوحوا واتاكد ان هي استوت بروح حاطه عليها طماطم. لكن النوبه بصوا بصراحه عشان ما احنا تعبانين ما حطيتش طماطم خالص. عملت سلطه خضراء مع كده ليمون اللي هو السكري الجميل المسكر ده، وده الرز الحبه وحبه اللي قلت لكم عليه، وشويه مخللات بقى لفت وليمون كده معصفر اللي هو الليمون المتخلل دوت. وده بقى الاكله اللي بقول لكم عليها اللي هي الكلاوي بتاعه الفراخ. طبق جميل وطعمه حلو، اكله جميله. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، يكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يا احلى اخوات في الدنيا. سلام.